سلامات على الجميع. اليوم رجعت لكم فيديو سلسلة تأسيس من تحت الصفر. هذا الدرس اللي رح ناخده درس النشر، كتير درس سهل وبسيط، بس من أهم الدروس اللي ممكن أنت تحتاجها بمنهاج الصف التاسع للرياضيات دورة 2027 وبأي دورات كتير مكررة. كل سنة بيجي منهم بالامتحان. حاولوا تركز كتير منيح فيه لهذا الدرس لأنه كتير هام. وأي استفسار حول أي سؤال أنت بيخطر ببالك فيك تسألني عنه. رابط قنوات التليجرام والواتساب في قنواتي. فوت على القناة بتلاقيهم موجودين. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي النقطة بإذن الله أنا عم أشتغل عليها، بس نكمل عليها ونكمل كامل المنهاج. أنا رح أوفرها إلكترونيا، يعني بتقدر تاخدها كنقطة. شوف، اللهم صل. درس النشر والتحليل، هاي النشر وهي التحليل، بس أنا اليوم رح أتقصد أعطيكم النشر بالأول لأنه كتير مهم مشان ناخد بعده التحليل وبعدين المطابقات الشهيرة، أو بالعكس ناخد النشر بعدين المطابقات. طيب، أول شي شو يعني كلمة نشر؟ هاي الصفحات طبعا، هاي التمارين هدول اللي عم أحكي عنهم اللي حسويهم السلسلة، بس خلينا نشرح النشر وبعدين نحل قسم من التمارين، وانتو تحلوا هاي وهاي مشان تتمرنوا وتاخدوا أكبر استفادة. طيب، كلمة نشر، النشر إنه أنا أفك أقواس. كلمة انشر المقدار إنه أنا أفك الأقواس. طيب، حصرا بيعتمد اعتماد كامل على شغلتين. أول شي الضرب، تاني شي الإشارات. إذا أنت ما بتعرف تضرب إشارات، ما بتعرف تضرب أعداد، عندك مشكلة في جدول الضرب وعندك مشكلة في الإشارات، أنا بنصحك روح أول شي تابع أول فيديو تبع الإشارات. بنصحك لأنه أنت رح تعاني كتير منه إذا أنت ما كنت مؤسس فيه. وإذا عندك مشكلة في الضرب، روح احفظ جداول الضرب مشان أنت ما يكون عندك عائق في منهاج التاسع وخصوصا بالرياضيات. طيب، أول شي أنا إذا عندي عدد عم اضربه بقوس، اذا عندي عدد عم اضربه بقوس، انا بدي افوت هذا العدد على اضربه بالعدد الاول. طيب، كي ضرب اي كي اي، ضرب طبيعي. طيب، هذا شو اشارته؟ قلت لك تنتبه على الاشارات. موجب ضرب الموجب موجب ضرب الموجب موجب. طيب، كي ضرب بي بينزل كي بي. ما فهمنا شي. طيب، هاي اول نوع، انه عدد ضرب قوس. طيب شوف، انا بس بدي افهمك شغله، انه انا كان عندي قوس وطار. ممكن تعطينا مثال؟ طيب، اول شي عندي 2 عم اضربها باكس زائد 1. انا بدي افك، بدي انشر، عمل لك انشر المقدار. قلنا اتفقنا انا وياك انه النشر انا افك اقواس. طيب، اول شي شو اشارة هاد؟ موجب. شو اشارة هاد؟ موجب في الموجب موجب. طب 2 في اكس 2 اكس. طب ليش ما حطيت الاشارة؟ لانه اذا حطيتها ولا ما حطيتها هي موجب، ما بتختلف معك. موجب ضرب موجب. 2 ضرب 1 2. لاحظ، انا كان عندي قوس وانفك. طب انا بقدر اجمع هلا اخلي 4 اكس؟ اكيد لا. انتبه، هذا انا بسميه مقدار جبري، رح ينزل منه فيديو، وهذا مقدار كمان جبري. كلمة جبري انه ممكن يكون سالب ممكن يكون موجب، بس انا ليش ما اقدر اجمع؟ لانه هذا مجهول ما بعرف قيمته، هذا معلوم. كيف بدي اجمع مجهول مع معلوم؟ طيب، مثلا انا اعطيتك ناقص 3 باكس زائد 1. انا بدي انشر، بفوت الناقص 3 على الاكس وبفوت الناقص 3 على الواحد، وبنتبه كتير على الاشارات. السالب ضرب الموجب سالب. ليش نزلت السالب؟ لانه السالب ضروري تنزل. اما الموجب مثل قلتها، يعني اذا انت حطيتها ولا ما حطيتها انت بتعرف انه اي مقدار ما له اشاره اشارته موجبه. 3 ضرب اكس 3 اكس، تمام. سالب ضرب الموجب سالب. 3 ضرب 1 3. بنوه كمان على شغله، اول شيء انا ما بقدر اجمع 3 اكس مع 3 او اطرح، لانه هذا مجهول وهذا معلوم. طب كيف عرفت انه هذا معلوم؟ لانه ما حده مجهول، يعني مثل اكس مثلا هون. هذا كيف عرفت انه مجهول؟ لانه حده اكس ما بعرف قيمته. طيب، رح ناخذ مثال تاني. ناقص 4 اكس في ناقص اكس موجب 3. طيب، ركز فيه كتير منيح. بدي افوت الناقص 4 اكس على الاول وناقص 4 اكس على الثاني. هلا اول شي بضرب اشارات. السالب ضرب السالب موجب، تمام. شوف هون امثاله واحد، هون الامثال شو؟ واحد، لانه ما له امثال، امثاله واحد. يعني كيف قلت لك هون شو الامثال تبعه؟ واحد. طب هون شو الامثال تبعه؟ واحد، ما له امثال. 4 ضرب 1 4.
اتفقنا؟ اكس ضرب اكس، اكس مربع. ليش؟ اتفقت انا وياك في درس القوة اللي اخذناه ونزل فيديو عليه. انا بدي اضرب الاكس ضرب الاكس، بطلع على الاساسات متشابهة. طب اللي ما له اس، الاس تبعه واحد، اللي ما له اشارة موجب، اللي ما له اساس واحد. طب اللي ما له اس واحد. هلا بخلي نفس الاساس وبجمع الاسس، واحد زائد واحد اتنين، ضرب القوى جمع الاسس. تمام؟ لهيك انا حطيتها 4 اكس مربع. طيب سالب ضرب الموجب سالب، اشارتين مختلفتين بختلف معها بالاشارة. 4 ضرب 3 12 ونزلت الاكس. طب ليش ما حطيت هون اكس تربيع؟ لانه ما في عندي 3 اكس. لو في عندي 3 اكس فينا احط ناقص 12 اكس تربيع. طيب هلا انا رح اعطيكم النوع الثاني من التمارين اللي ممكن نجي. ضرب اقواس ببعضها بدون عدد، يعني عندي هيك قوسين او اكتر انا بدي اضربهم. هون عندي قوس وهون عندي قوس. اول شي بضرب العدد الاول بالقوس، نضرب العدد الاول بالقوس الثاني، ونضرب العدد الثاني اللي هو هاد بضربه بالقوس الثاني كامل، بالقوس الثاني كامل، ونجمع الحدود المتشابهة. طيب إذا أنت ما فهمت ولا كلمة من هذا اللي عم نحكيه مو مشكلة، هلا بتتوضح في تمرينين 3. أنا أعطيتك 3 إكس سالب 1 3 إكس زائد 5. هلا هون أنا عندي ضرب قوسين، عندي كم عدد هون؟ عندي عددين. هي العدد الأول بضربه بالقوس كامل، يعني بوزع 3 بضربها بالأول و3 بضربها بالثاني. يلا مع الإشارات. شو موجب؟ الموجب في الموجب موجب. 3 ضرب 3 9، ضربنا 3 ب3 9. هلا بدنا نضرب الاكسات. اكس ضرب اكس اتفقنا، اكس مربع صح؟ ضرب القوة جمع الأسس. ضربنا أول حد، يلا بنضرب 3 في الحد الثاني. موجب ضرب الموجب موجب. 3 ضرب 5 15، والإكس بتنزل لأنه هون ما في إكس. اتفقنا؟ طيب هلا جينا على الحد الثاني كمان بدي أضربه بالقوس بالعدد الأول وبالعدد الثاني. يلا السالب ضرب الموجب سالب، 1 ضرب 3 3، والإكس بتنزل. السالب ضرب الموجب سالب، 1 في 5 5. تمام؟ تمام. هلا بنجمع الحدود المتشابهة. عندي شوف هون في اكس تربيع. طب وين في اكس تربيع بالمعادلة؟ ما في اكس تربيع بالمعادلة، فهي ما فيني اجمعها مع حدا، فبتنزل مثل ما هي 9 اكس مربع. طيب هون عندي 15 اكس، هون عندي 3 اكس، فيني اجمعهم؟ اكيد فيني اجمعهم، هون اكس وهون اكس من نفس المرتبة واحد، ففيني اجمعهم واطرحهم. موجب سالب، اشارة العدد الاكبر ونطرح. مين العدد الاكبر؟ 15. شو اشارة الموجبة؟ بتنزل موجب. 15 شيل منها 3 ضل منك معك 12. الخامسة لحالها ما فيها حدا، ما معها حدا، رح تجمعها او اطرحها فبتنزل ناقص 5 مثل ما هي. طيب مثال ثاني مشان توضح الفكرة اكثر واكثر. سالب 4 اكس سالب 3 سالب 5 اكس موجب 1. طيب انا هون شو بدي اسوي هلا؟ بدي اضرب العدد الاول بالقوس الاول بالقوس الثاني كامل، هذا بدي اوزعه يعني. تمام؟ بس للتنويه. شوف كان عندي اقواس، انفك الاقواس هون عندي. طيب هلا بنضرب اشارات. السالب ضرب السالب بتنزل موجب. 4 ضرب 5 20، اكس ضرب اكس اكس مربع. طيب ضربنا اول عدد، هلا ضربنا اول عدد باول عدد بالقوس الثاني. هلا بنضرب هاد في هاد. سالب ضرب الموجب سالب، 4 ضرب 1 4، هون ما في اكس فبتنزل الاكس هاي مثل ما هي، لانه ما في اكس ما ايش بدي اضربها، خلصت القصة. هلا هذا العدد اللي هون بدي اضربه بالقوس الثاني، بدي اضربه كامل بالقوس الثاني، فبدي اوزعه. سالب ضرب السالب موجب، 3 ضرب 5 15، وهون ما في اكس فبتنزل هاي الاكس مثل ما هي. طيب يلا بنضرب إشارة العدد الثاني. سالب ضرب الموجب سالب، 3 ضرب 1 3. هلا شو بنسوي؟ كملنا بنجمع الحدود المتشابهة فقط. تمام؟ هون اكس تربيع، بطلع على الأس تبعه اكس تربيع. في اكس تربيع في المعادلة؟ لا عفوا في الحدود أكيد لا، فبتنزل هي مثل ما هي لأنه ما فيني. كيف بدي أجمعها؟ تمام. إذا أنا بدي أجمع مجاهيل شباب، إذا بدي أجمع مجاهيل شباب وبنات، بدي أطلع على إشارة الأس تبعه. يعني مثل هون أنا بدي أجمع هلا 15 و4. طب ليش؟
الاكس شو الاس تبعها؟ واحد. الاكس شو الاس تبعها؟ واحد. فينا اجمعهم، اما هون اكس تربيع ما في اكس تربيع في المعادلة، عفوا في الحدود معادلة بتختلف، معادلة المساواة. يلا سالب موجب إشارة العدد الأكبر ونطرح مين الأكبر؟ 15. شو الإشارة تبعته؟ موجب. هلا بنطرح 15 شيل منا 4 بضل معك الجواب 11 اكس، طبعا بتنزل اكس. سالب 3 ما معه شي، يعني ما عندي مثلا زائد 5 زائد 4 لحتى اجمع واطرح، هاي معلوم فبتنزل مثل ما هي. شوف كان عندي أقواس وانفكت الأقواس، تمام. هذا مفهوم النشر. أنا هيك فهمتك مفهوم بسيط على النشر. تعالوا لنحل أنا وياكم الأسئلة اللي موجودة تحت الدرس مشان نكون وفينا حق الدرس كامل. طيب طلعوا، أنا عندي هون تمارين سهلة لحتى أنت تتدرب عليها، تمارين متوسطة، تمارين 600. هاي تمارين شوي بتجي صعبة، أنا تأصلت استصعبها مشان أنت تشوف مستواك مرة عن مرة بتتحسن. تمام، تعالوا أول تمرين نحله. عم يقول لك 3 في إكس زائد 2. أنا كتبت الخمس تمارين الأولانيات مشان نحلهم سوا، بس بدي أعطيكم ملاحظة شباب وبنات، انتبهوا لهي الملاحظة كتير هامة. أنا وقت اللي بيكون عندي قوسين هيك أنا هون بضرب، لأنه هون ما عندي إشارة موجب أو سالب، ولكن ملاحظة كتير هامة. أنا وقت اللي بيكون عندي هون موجب معناتها هذا القوس قبله إشارة موجب، يعني أنا ما بنشر القوس الأول بالقوس الثاني كامل مثل ما كنا متعلمين قبل شوي، لا بتفوت الموجب لجوا. ما فهمتني؟ يعني أنا عندي قوس، تمام، هاي قوسين، عندي هون مثلا سالب وعندي هون مثلا سالب، ما بضرب العدد القوس الأول بالقوس الثاني مثل ما تعلمنا هلا. ليه؟ لأنه أنا عندي هون قوس قبله إشارة، يعني هاي بدك تعتبرها سالب واحد عدد، يعني كيف قلنا كي في A زائد B، فبدك تفوت الكي لجوا. يعني مثلا هون سالب واحد، هاي كي في A زائد B، فأنت بدك تفوت هاي لجوا. طب هلا بتتوضح إذا ما توضحت معك. شوف هاي مو حاط لك قوسين، فعندك عدد بدك تفوته على القوس الاول فبتنشر نشر عادي، بتفوته على الاول وبتفوته على الثاني مع مراعاة الاشارات. هاي موجب هاي موجب تنزل موجب. 3 ضرب اكس 3 اكس، 3 ضرب 2 6، والموجب ضرب الموجب موجب. هذا مو قوس فبينزل مثل ما هو زائد 12 اكس زائد 4. هلا بنجمع مين؟ بنجمع الحدود المتشابهة يا عيني. مين الحدود المتشابهة انا هون معي؟ عندي 3 اكس عندي 12 اكس، 3 اكس زائد 12 اكس 9 اكس، لانه انا عندي هون موجب، تمام. 6 و4 فيني اجمعهم لانه معاليم، 6 موجب 4 بيطلع معك الجواب 10، تمام. طيب يا روحي هلا بدنا على الثانية. هذا عدد بدي اضربه بقوس، هون ما في قوس طبيعي. 5 بدي افوت على الاكس وبدي افوت على الأربعة. 5 ضرب اكس 5 اكس، 5 ضرب 4 20. موجب ضرب السالب بينزل سالب، سالب 3 اكس بتنزل، موجب 4 كمان بتنزل. طيب لانه هن ما حط الاقواس. طيب 5 اكس مع مين بدي اجمعها هلا واطرحها؟ مع نفس المجهول تبعها، يعني نفس الاس، هون واحد هون واحد. هي موجب هي سالب، اشارة العدد الاكبر ونطرح مين العدد الاكبر؟ 5، شو اشارته؟ موجب، بينزل موجب، يعني ما له اشارة، شو اشارته؟ موجب. هلا 5 طرح منها 3 بضل 2 وبتنزل الاكس. هلا هون عندي 20 وهون عندي 4، فينا اجمعهم لانه معاليم هدول. سالب موجب، إشارة العدد الأكبر ونطرح مين العدد الأكبر؟ 20، شو إشارته؟ سالب، تنزل وبنطرح 20 شيل منها 4 بيطلع معك الجواب 16. شوف كمان نفس الحكي، عدد مضروب بقوس فبدي أفوت الأول وبدي أفوت على الثاني. سالب ضرب الموجب سالب، 2 ضرب إكس 2 إكس، سالب ضرب الموجب سالب، 2 ضرب 3 6، ما فيها شي. هلا سالب 2 إكس زائد 15 بتنزل، سالب 2 اكس زائد 15 بتنزل. هلا شو بنسوي؟ نجمع الحدود المتشابهة. مين الحدود المتشابهة عندي انا هون؟ سالب 2 اكس وسالب 2 اكس متشابهة، يعني إلهم نفس الأس، المجهول له نفس الأس. سالب سالب بنخلي نفس الإشارة. ارجع على الدرس الأول، بتقدر أنت تراجع الدرس الأول مشان تتأسس إذا ما عم تفهم. 2 زائد 2 شوف إشارتين متشابهتين بننزل نفس الإشارة وبنجمع الأعداد. 2 زائد 2 4 والإكس بتنزل، ما إلي علاقة في الإكس أنا. هون 5 هون عفوا 6 وعندي هون 15. إشارات شو وضعها؟ مختلفة. ليش؟ لأنه هون 6 شو إشارته؟ سالب، 15 شو إشارته؟ موجب. وقت بيكون أنا عندي إشارات مختلفة بنحط الإشارة العدد الأكبر ونطرح. مين العدد الأكبر عندي هون؟ 15 شو إشارته؟ موجب، فبتنزل موجب.
15 شيل منها 6 بضل الجواب معك 9. انت هيك شوف في كل الحالات ما عم يطلع عندك اقواس في النهاية لانه هو النشر بفك لك الاقواس. يلا هلا عندي عدد مضروب بقوس، هاي هون الملاحظة هي هامة. بدي افوت العدد الاول على القوس، تمام؟ شوف هاي سالب، فهي عندك اشارة قبل قوس فانت بتفوتها على القوس. انت هيك بدك تفك القوس. يعني وقت اللي بيكون عندك اشارة قبل القوس كيف بتفك القوس؟ بس بتفوت الاشارة على القوس، ضرب طبيعي. هلا بتشوف كيف. 4 ضرب 2 8 اكس. ليش 8؟ لانه موجب ضرب الموجب موجب. 4 ضرب 2 8 والاكس بتنزل. موجب ضرب السالب سالب. 4 ضرب 1 4. عم اشرح بالتفصيل ممل مشان اللي ما بفهم اكتر واللي ما متأسس يقدر يفهم على اكيد. شوف هون اعتبرها سالب 1 يعني سالب ما بتختلف. هلا فوت على القوس بتتغير اشارة القوس. سالب ضرب الموجب سالب والثلاثة بتنزل. لو انت عم تضرب 1 يعني كأنك ما عم تضرب، عرفت كيف؟ بس انت عم تغير اشارات. السالب ضرب الموجب سالب وبينزل الواحد. خدها قاعدة، وقت اللي بيكون عندي موجب قبل القوس هذا القوس ما راح يتغير. يعني مثلا 4 اكس زائد 3 بينزل مثل ما هو 4 اكس زائد 3 لانه الموجب ما بيغير اشارات. مين المشكلة؟ السالب هو اللي بيغير لك اشارات. يعني هون سالب ضرب الموجب سالب 4 اكس بتنزل. شوف غير لك ايش الاشارات. سالب ضرب الموجب سالب والثلاثه بتنزل. شوف تغير اشاره القوس ولا لا؟ تغير الاعداد تغيرت، فالسالب هون هو المشكله. هلا بتجمع الحدود المتشابهه. مين الحدود المتشابهه عندك؟ 8 اكس و3 اكس لانه نفس الاساس، نفس الاس عفوا. هون واحد وهون واحد. هلا شو الاشاره هون؟ موجب. وشو الاشاره هون؟ سالب. اشارتين مختلفتين، اشاره العدد الاكبر ونطرح. مين الاكبر؟ 8. شو اشارته؟ موجب. هاي موجب. 8 شيل منها 3 5 والاكس بتنزل. هلا هدول ضل المعالم عندي سالب سالب، الاشارتين متشابهتين بنخلي نفس الاشاره وبنجمع الاعداد. 4 زائد 1 5. طيب هلا عندي عدد بدي اضربه بالقوس الاول وعندي موجب. ايوه هي الموجب ما راح تغير اشاره القوس لانه اتفقنا الموجب ما بيغير اشارات. تمام. هلا شو بنسوي؟ بنفوت اكس ضرب اكس اكس مربع، صح ولا لا؟ هلا اتفقنا انا وياكم اكس ضرب اكس اكس مربع. هلا هون موجب طبعا لانه موجب ضرب الموجب موجب، يعني صارت سهله عنا. موجب ضرب الموجب موجب. اكس ضرب 5 5 اكس. 5 ضرب اكس تنزل 5 اكس مثل ما هي. تمام. يلا هاي الموجب. كيف بدك تفك القوس؟ افوت الموجب، يعني كاني عم اقول لك شيل القوس بدون ما تغير ولا شيء فيه. يلا هاي موجب لانه ما له اشاره، اشارته موجب هون اشاره الاربعه فبتنزل زائد 4 اكس زائد 5. تمام. ما سويت شيء انت لانه الموجب ما بيغير اشاره القوس. طيب هلا بتجمع الحدود المتشابهه. ايوه ركز معي كثير منيح هون. الاكس مربع، في شيء اكس مربع في المعادله؟ عفوا في المقادير الآتية؟ لا ما في. وين اكس مربع موجود هون؟ ما في إلا هذا المسكين، فبينزل ما بقدر أجمعه مع حدا. أيوة عندي هون اكس عندي هون اكس، ففيني أجمع هذا المقدار مع هذا المقدار. يلا موجب موجب بننزل نفس الإشارة وبنجمع. 5 زائد 4 9 وبتنزل الإكس. طب الخمسة معها شي؟ في هون 3 2 1 0 مثلا 10 أقدر أجمعها؟ لا، فبتنزل مثل ما هي نسخ لصق. ركز، انا في كل الحالات اللي عندي عم تنفك الاقواس. شوف هون قوس هون ماضي القوس، هون قوس هون ماضي القوس والى اخره. شوف ما عم يضل اقواس لانه انا في النشر ما بضل عندي اقواس. شو اللي طالبه منك انا هلا؟ طالب منك انه انت تحل هاد التمرين وهذا التمرين، توقف الفيديو وتحل التمرين تختبر حالك. طب انا كيف بدي اعرف اذا حلي صح ولا غلط؟ انا قلت لك بس اكفي هي السلسله تبعت التاسيس رح انزل فيديوهات لحتى احل التمارين الموجودة في أسفل كل درس مشان أنت تتمكن من كامل المنهاج. وحتى لو طولت أنت لو شهر في التأسيس معلش، لأنه هذا التأسيس أنت رح يضل معك للبكالوريا. فركز فيه كتير منيح واشترك بالقناة إذا أنت عجبك الشرح تبعي والمحتوى تبعي. أنا عم أتعب والله لا يضيع تعبكم، ونشوفكم في آخر السنة فرحانين يا رب. ونحن عم نمشي بمشوار 600، يعني مشوار ما له سهل. لهيك أنت في التأسيس بدك تتعب، واي مشكلة انتم بتواجهكم بالرياضيات اكتب لي اياها وبنتساعد ان شاء الله في حلها مشان ما تكون مضطر لاي مرجع تاني بعد هاي القناة. الله يعطيكم العافية ويا رب تشوفوا نتائجكم في اخر السنة وتفرحوا فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.